اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج صاحب الكوره. دور ال 16 مختلف جدا، من اول الجون العالمي اللي سجله شاكيري لقصه براينيتش والتحدي اللي كان موجود ما بين كريستيانو رونالدو ومودريتش، لخيبه امل وخروج المنتخب الانجليزي وبوست الديك وفرحه الويلزيين وجنون الطليان. يلا بينا نكسر الدنيا ونبدا حلقتنا. بولندا وسويسرا. كرة القدم اختارت ان هي تصعد بولندا الدور الثمانية وتخرج سويسرا بضربات الجزاء. بولندا كان فريق كويس جدا، لكن سويسرا كانت عامله اداء جبار يا جماعه، وكانت عامله اداء هايل. سويسرا عندها عقده من سنه 1938 ان هي ما قدرتش تصعد لدور الثمانية ودايما بتخرج من دور ال 16. كمان بولندا فريق كويس، لكن اللي شاكيري عمله في الماتش حاجه ما تتنسيش. لحد دلوقتي هو احسن جون في البطوله. شاكيري حاطط جون يا جماعه دبل كيك من مكان صعب جدا، وحاطط الكره في مكان اصعب بكتير. شاكيري لو حاول ان هو يحط الجون ده 50,000 مره بعد كده مش هيقدر ان هو يلعبها بنفس الشكل ولا بنفس الاداء ده. شاكيري كان مصدر ازعاج وخطوره كبيره جدا على مرمى بولندا طول الماتش لحد حتى الاكسترا تايم. وسويسرا ان شاء الله في البطوله الجايه ممكن تعمل حاجه كبيره جدا، او في كاس العالم كمان ممكن تفاجئنا مع المنتخب ده ومع مجموعه اللعيبه دي. سويسرا هيبقى ليها مستقبل كبير جدا يا جماعه في كره القدم، مع انها خرجت بس تستحق مننا كل التحيه والتقدير. مع السلامه يا سويسرا. البرتغال وكرواتيا. البرتغال قدرت ان هي تكسب الماتش ده بجون واحد. الجون ده يا جماعه سجلته بصعوبه جدا بعد ما الماتش كان متقفل كويس جدا. البرتغال في اول الماتش كانت بتلعب بشكل دفاعي كويس، وبرده كرواتيا كانت بتلعب بشكل دفاعي، وده اللي كان كل الناس مستغرباه. كرواتيا في ماتشها قدام اسبانيا كانت بتهاجم اسبانيا وقدرت ان هي تحقق المكسب بنتيجه 2-1، لكن في الماتش ده كرواتيا كانت نازله متراجعه جدا في نص ملعبها، كانت كمان بتدافع ومحدش كان فاهم ايه سبب الدفاع ده. البرتغال قدرت ان هي تستغل الكره اللي جات لها عن طريق كريستيانو رونالدو اللي شاط الكره واتردت من الجون عشان يدخلها كواريزما. كواريزما يا جماعه كان بيقدم اداء كويس جدا من اول البطوله، وكان بديل شكله كويس جدا. اول لما بينزل الماتش بيتقلب. سانشيز عنده 19 سنه وراح البايرن ميونخ، هيبقى مكسب كبير جدا للفريق ده. سانشيز يا جماعه لاعب مهم جدا ومؤثر جدا في اللعب، بيقدر ان هو يلعب بشكل هجومي كويس قوي، وبيقدر ان هو يروح على الجون. اللاعب ده لما نزل غير شكل البرتغال. كريستيانو رونالدو بكده هيبقى حقق اعلى نسبه مشاركه في بطوله اليورو لاي لاعب قبل كده برصيد 18 مشاركه. كريستيانو رونالدو في الماتش اللي فات قدر ان هو يصعد فرقته وقدر ان هو يخليهم يتعادلوا، لكن في الماتش ده كريستيانو كان غايب تماما، مش عارفين ايه اللي بيحصل له ولا ايه اللي بيجرى له. بعد ما الناس كلها كانت متاكده ان كريستيانو هيدخل الدور ده هيكسر الدنيا، كريستيانو ما قدرش ان هو يعمل اي حاجه لمنتخب بلاده. يا ترى هيستمر على كده ولا هنقدر ان احنا نشوفه في شكل مختلف؟ هنشوف الماتش الجاي ايه اللي ممكن يحصل. ويلز وايرلندا الشماليه. ويلز قدرت ان هي تكسب الماتش ده بنتيجه 1-0 بعد العرضيه القويه اللي لعبها جاريث بيل ودخلها مدافع ايرلندا الشماليه في نفسه. المدافع اللي دخل الكره في نفسه هو جاريث ماكولي، نفس اللاعب يا جماعه اللي حط جون في نفسه قصاد ايطاليا في 2011. تحس ان هو متخصص ان هو يحط جوان في نفسه ويخسر فرقته. المنتخب الويلزي قدر ان هو يصعد لدور الثمانيه، ويبقى ده رقم جديد في تاريخه كاول مره ان هو يوصل لدور الثمانيه. المنتخب الويلزي قدر ان هو يصعد لدور الثمانيه بعد ما شاط شوطه واحده بس في الماتش ده، وده ما حصلش من ساعه ماتش اليونان لما كانت بتلعب البرتغال في 2004. كمان المنتخب الويلزي ومنتخب ايرلندا الشماليه الماتش بتاعهم ما كانش فيه فنيات كتيره، كان فيه التحامات وكان فيه قوه بدنيه كبيره. المنتخبين يا جماعه كانوا فاهمين بعض بما انهم ديربي بريطاني، كانوا حافظين بعض كويس جدا، كانوا مقفلين الماتش وكان كل واحد عارف مفاتيح لعب الفريق الثاني. بلجيكا والمجر. بلجيكا في الماتش ده كسبته 4-0 وبكده تبقى حققت اعلى نتيجه في البطوله لحد دلوقتي. كمان بلجيكا عندها اكبر عدد فرص على المرمى في البطوله عن اي فريق تاني او اي منتخب تاني. بلجيكا في الماتش ده كان استحواذها على الكوره 46% والمجر كان 54%. برغم الاستحواذ ده المجر ما قدرتش ان هي تحقق اي اهداف او توصل لمرمى بلجيكا. بلجيكا كان عندها لاعبين مهمين جدا ومؤثرين، هو اللاعب هازارد ودي بروين. هازارد قدر ان هو يسترجع مستواه مره ثانيه بعد ما كان بره فورمته طول السنه اللي فاتت مع فريق تشيلسي او فريق البلوز. كمان هازارد لما رجع لمستواه قدر ان هو يعمل ثنائي مهم جدا مع دي بروين، وكانوا عاملين شكل خطير جدا في الهجوم. كمان كان اسوأ لاعب في بلجيكا لحد دلوقتي في البطوله من وجهه نظرنا هو اللاعب لوكاكو، اللي لحد دلوقتي مش قادر ان هو يساعد فريقه ولا قادر ان هو يحقق اهداف او يبقى شكله مؤثر جدا في البطوله. بلجيكا يا جماعه قدرت ان هي تحقق المكسب، والمره الجايه هتلاعب المنتخب الويلزي.
المانيا وسلوفاكيا. المانيا سيطرت على الماتش ده يا جماعه بشكل كبير جدا، وقدرت ان هي تترجم السيطره دي لثلاث اجوان وتكسب الماتش بنتيجه 3-0. المانيا تبقى بكده حافظت على شباكها نظيفه وما دخلش فيها ولا جون من اول البطوله. المانيا كمان عندها حاجه غريبه جدا كلنا ملاحظينها، ان اول جون بتسجله في الماتش هو لازم يسجله مدافع، سواء كان مصطفي زي ما سجل جون قبل كده من كره حره لعبها له توني كروس، او في المره دي زي بواتينج الكره اللي اتردت من الضربه الركنيه. المانيا قدرت ان هي تسيطر على الماتش وقدرت ان هي تكسب الماتش من سلوفاكيا. المانيا كمان تحسوا ان هي كانت مسيطره على الماتش في كل اوقات المباراه، ضغط كبير جدا للمنتخب الالماني، توني كروس عليه دور كبير جدا لما خط النص بيطلع عشان يساعد الهجوم بيرجع هو يدافع زي ما قلنا قبل كده ورا ويغطي التقدم ده. توني كروس يا جماعه لاعب مهم جدا في المنتخب الالماني. ماتش ايطاليا واسبانيا، اول حاجه هنبدا بيها هو كوبري انيستا. انيستا دخل فيه كوبري يا جماعه يجيب صداع لاي حد، الكوبري سمع لحد هنا. ايطاليا بالجونين اللي حاططهم في اسبانيا دمرت حلم اسبانيا، ضيعت منها الماتش ولخبطت كل حساباتها. ايطاليا كمان بالجونين اللي قدرت ان هي تسجلهم في اسبانيا ضيعت منها حلم البطوله. كمان ايطاليا كان كل الناس متوقعه ان هي هتعمل ماتش قوي، لكن بالشكل ده ما حدش كان ممكن يتوقعه. ديل بوسكي خد درس تكتيكي كبير جدا من المدرب المنتخب الازوري كونتي، اللي قدر ان هو يعلمه كويس قوي ان نفس التشكيله ونفس اللعيبه بنفس الاسماء مش ممكن تنفع في كل الماتشات ومع كل المنتخبات. كونتي بدا الماتش وقدر ان هو يختار اللعيبه الصح، قدر ان هو يختار اللعيبه اللي بتأدي بشكل كويس مع الانديه اللي بيلعبوا فيها في اوروبا او في الدوري الايطالي. قدر كمان يستغل اللعيبه وقدر ان هو يحركهم بشكل كويس، واللعيبه كانت متوقعه كويس جدا وبتحقق له كل اللي هو بيتمناه او بيطلبه. تاني درس كونتي قدر ان هو يعلمه ديلبوسكي هو درس عنصر المفاجاه. كلنا كنا متوقعين ان ايطاليا هتنزل تدافع وهتاخد الهجمه المرتده وتعمل بيها هجمتها، لكن ده ما حصلش في الماتش ده. ايطاليا من اول دقيقه بدات بهجوم مباشر على جون اسبانيا، كمان الهجوم ده لخبط اسبانيا ولخبط لاعيبتها، ما بقوش عارفين هم بيلعبوا مين، بيلعبوا ايطاليا ولا بيلعبوا فريق نازل من اول دقيقه يهاجم عشان عايز يكسب الماتش. الماتش يا جماعه كان غريب جدا من المنتخب الايطالي، ما حدش كان ممكن يتوقع ان ايطاليا هتبدا الماتش بالشكل ده. ديل بوسكي كمان في الماتش ده عرف من كونتي درس كبير جدا، اللي هو الدفاع بشكل كويس مع السيطره على نص الملعب، وان هم يقدروا يفصلوا نص ملعب اسبانيا عن هجومهم. كمان المنتخب الاسباني ما قدرش ان هو يحافظ على احتفاظه بالكوره بسبب الضغط الكبير والضغط العالي اللي قدر ينفذه منتخب ايطاليا بشكل كويس جدا من اللعيبه ومن المدرب. كمان منتخب ايطاليا فصل تماما راس الحربه موراتا عن نص ملعبه. اسبانيا كانت بتعتمد في نص ملعبها على انيستا وفابريجاز وبوسكيتس، اللي كان بالنسبه لهم هم دول العقل المفكر للهجمات واللي كانوا بيبداوا الهجمات، بس العقل المفكر ده كان مشلول تماما في الماتش ده بسبب الضغط اللي كان بيعمله منتخب ايطاليا على المنتخب الاسباني. ما حدش كان بيقدر يطلع الكوره في رجل موراتا، بالعكس كانوا بيلعبوا كرات طويله. كمان بتفكرنا بالمنتخب الانجليزي ايام زمان لما كان بيلعب كور طويله واي حد ياخد الكوره، سواء بقى كان المهاجم ولا مدافع تخبط فيه ولا اي حاجه. اسبانيا كانت وحشه جدا يا جماعه في الماتش ده، ما قدرتش ان هي تحقق ولا هجمه، بخلاف الكورتين اللي اتلعبوا على مرمى بوفون، وبوفون كان ليه راي ثاني خالص وما خلاش الكورتين يدخلوا. اول كوره كانت من انيستا، شوطه كانت قويه جدا وكانت نازله بشكل كرباج على المرمى، لكن بوفون طبعا طلعها بكل براعه. ثاني كوره كانت في اخر لحظات الماتش من بيكيه، وبرده بوفون منع جونه وما قدرش ان هو يخلي بيكيه يحط الجون ده. كمان ديخيا يا جماعه كان ليه راي كبير جدا في الماتش. ديخيا لولا ان هو كان حارس مرمى اسبانيا في الماتش ده وكان في فورمته، كانت اسبانيا خسرت من ايطاليا نتيجه ما تقلش عن 5-0. اسبانيا يا جماعه كانت وحشه جدا الماتش ده. كمان جنبين اسبانيا ما كانوش قادرين ان هم يعملوا الدعم الكامل للهجوم الاسباني. الجنبين كانوا بيتمثلوا في الناحيه اليمين خوان فران، والناحيه الشمال جوردي ألبا، اللي كانوا خايفين من الهجمات المرتده من ايطاليا، وكانوا خايفين ان هم يتلعب في ظهرهم الهجمات، فكانوا يا دوب بيوصلوا لنص ملعبهم وكانوا بيزيدوا شويه صغيرين في بعض الاحيان، وباقي الاوقات المباراه كانوا بيلعبوا في نص ملعبهم. كانوا خايفين جدا من ايطاليا، كانوا مرعوبين يا جماعه. اسبانيا كانت وحشه جدا 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 في الماتش ده، وخرجت من البطوله بشكل وحش جدا. مع السلامه يا اسبانيا. فرنسا وايرلندا. ايرلندا نزلت الماتش كانت بتحاول ان هي تنتقم من فرنسا بعد الجون اللي سجله تيري هنري بايديه في التصفيات المؤهله لكاس عالم 2010، لكن ايرلندا ما قدرتش ان هي تنفذ كل الخطه اللي كانت نازله تعملها بعد ما سجلت اول اهداف اللقاء في الدقيقه الثانيه من ضربه جزاء، وكان اسرع جون في اليورو. كمان بعد كده فرنسا قدرت ان هي ترد بجونين عن طريق اللاعب جريزمان. جريزمان يا جماعه كان لاعب مؤثر جدا في الماتش ده، وجريزمان كان بيقدم مساعده كبيره جدا في الناحيه الهجوميه لزمايله. كمان نص ملعب فرنسا كان كويس جدا يا جماعه الماتش ده، كان بوجبا وماتسودي بعد طبعا تغيير كانتي ونزل مكانه كومان. الناحيه الهجوميه بتاعت فرنسا كانت بالنسبه لهم قوه ضربه، كانت بتتمثل في الرباعي جريزمان وباييه وكومان وجيرو. كومان يا جماعه كان لعيب متميز بسرعته الكبيره جدا وكان بيهد دفاعات ايرلندا. جريزمان بعد الجونين اللي حطوهم كان بمثابه تتويج للعيب ومجهوداته مع فريق اتلتيكو مدريد السنه اللي فاتت والموسم الرائع اللي كان مقدمه. قدر برضه ان هو يوصل فرنسا لدور الثمانيه بهدفين، ولا اجمل ولا اروع.
انجلترا وايسلندا. انجلترا برغم خروجها من الدور ده بس ما حدش كان متوقع لانجلترا ان هي تكمل او كانت تصعد لدور الثمانيه. انجلترا في البطوله دي ومن قبلها ما قدرتش ان هي تقدم لاي حد اي حاجه يقول ان هي فريق قوي او ممكن ان هو يصعد لدور الثمانيه او يحقق اي بطوله. انجلترا برغم ان هي بتضم في صفوفها اكبر لعيبه واتقل لعيبه موجوده في العالم لكن ما قدرتش حتى ان هي تعمل جمله تعجب الناس. المدرب المنتخب الانجليزي كان عليه كل اللوم وكمان كان هو اللي متحمل مسؤوليه المنتخب الانجليزي ان هو يخرجه بالشكل الوحش ده. انجلترا في اول الماتش حطت اول جون، روني حاطط ضربه الجزاء صاروخ على يمين الجون، وبعد كده ايسلندا قررت ان هي تعاقب انجلترا بجونين وتخرجها بشكل وحش جدا من البطوله. ايسلندا قدمت ماتش كبير جدا، قدرت ان هي تلعب على امكانياتها وقدرت ان هي تحرج انجلترا قدام كل الناس. هنقول لكم دلوقتي توقعاتنا للماتشات اللي هتحصل في دور الثمانيه. اول ماتش هو ماتش البرتغال وبولندا، البرتغال هي اللي هتكسب. ثاني ماتش بلجيكا وويلز، بلجيكا هي اللي هتكسب. ثالث ماتش المانيا وايطاليا، المانيا هي اللي هتكسب. واخر ماتش فرنسا وايسلندا، فرنسا هي اللي هتكسب. استنوا المطوشه وشوفوا النتيجه. صاحب الكره من وجهه نظرنا في دور ال 16 ما كانش لعيب، كان مدرب، المدرب الايطالي كونتي. كونتي يا جماعه كان زي ما احنا قلنا عامل شغل عالي جدا وهو الوحيد اللي يستحق صاحب الكوره. هنستنى منكم تعليقاتكم وارائكم عن مين هو صاحب الكوره اللي انتم شايفينه في الكومنتات. ما تنسوش تكتبوا لنا وتعرفونا مين هو صاحب الكوره من وجهه نظركم. زي ما شفنا دور ال 16 كان مولع ازاي، دور الثمانيه هيبقى احسن من كده بكتير. كمان ادينا لكم شويه توقعات عن الفرق اللي ممكن تكسب او اللي ممكن تتاهل لدور الاربعه بعد ما تعدي دور الثمانيه. يا رب تكون توقعاتنا دي سليمه عشان تقدروا ان انتوا تبقوا واثقين فينا اكتر واكتر. هنستنى منكم ان انتوا تعملوا لنا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك، سبسكرايب لليوتيوب تشانل، وهنستنى ان انتوا تتابعوا كل اخبارنا على تويتر. كمان الكومنتات هنستنى منكم اي تعليق او اي ملاحظه على الفيديوهات. كان معاكم احمد عادل صاحب الكوره، ثقه في الله الواحد صاحب الكوره رقم واحد. مع السلامه.